السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي مصطفى حسنين. إن شاء الله النهاردة هنتعلم بوابة الفواتير الإلكترونية اللي هي بتاعت مصلحة الضرائب المصرية. طبعا كنت أنا أتمنى إن المصلحة تعمل لنا موقع وهمي أو تسميه مثلا تدريب، نقدر نعمل عليه أكاونت وهمي، وزميل ليا مثلا يعمل أكاونت وهمي، ونبدأ نتراسل كده مع بعض الفواتير عشان نعرف ازاي بنرسل فواتير وازاي تستقبل الفواتير. هي المصلحة عملت للناس المسجلة، يعني أنا لازم أسجل الأول وبعد كده أخش جوه في موقع وهمي للناس المسجلة، وفي موقع أصلي اللي هو اللي أنت هتبدأ تشتغل عليه. يعني أنت الوهم ده اللي هو التجريبي اللي أنت تقدر تجرب فيه. أتمنى اللي هو يتفتح للناس كلها، مش لازم بس للناس المسجلة. ليه؟ لأن إحنا عايزين نتعلم إزاي نبدأ نبعت فواتير، إزاي نرسل فواتير. فافتحوا لنا المجال اللي إحنا نبدأ نعمل أكاونت كده وهمي عليه وندخل، شوف ده يقدر يستلم الفاتورة وإزاي يسلمها وإزاي الحاجات دي كلها. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع بوابة الفواتير الإلكترونية. أنا حاولت أصمم حاجة زي البوابة بالظبط بس بطريقة الإكسل، البيت اللي أنا أعمل وأشاركهم معايا إزاي تبدأ أول بداية الموقع لغاية لما تعمل فاتورة إلكترونية وترسلها للي أنت عاوز ترسل. مثلا عاوز أرسل لشركة، عاوز أرسل لمستهلك نهائي، الحاجات دي كلها هنعرفها قدام لما نيجي نفتح مع بعض الموقع. ده نظام إكسل، لما بتدوس على حاجة بتدخلك جوه الإيميل والباسورد دوت. ده أنت ممكن تكتب فيه حاجة، يعني أنت ممكن تمسح كده تكتب زي ما أنت عاوز. ده مش إيميل وباسورد اللي أنت، ده حاجة زي الإيميل والباسورد كده عشان لما بقى أهيئك إزاي لما تيجي تخش على الموقع المصري. طبعا عشان تعمل إيميل وباسورد دوت في قبليه مراحل كتيرة جدا، لازم خطوات كتيرة لازم تتعمل عشان توصل للإيميل والباسورد ده. طبعا أنت بتروح تسجل في مأمورية الضرائب التابع ليها، هما دلوقتي عاملينها في الكبار، وإن شاء الله ممكن على بداية السنة الجديدة يعملوها للناس كلها. تبدأ تروح المأمورية التابع ليها، جهز أوراقك الرسمية. اللي أنا أتمناه إن صاحب المنشأة هو فقط اللي يعمل الإيميل والباسورد الأساسي للشركة، صاحب المنشأة. ليه؟ لو أنا جبت عندي مدير، المدير أنا ممكن أستغنى عنه بعد سنة، ممكن أستغنى عنه بعد شهرين، ممكن أستغنى منه بعد 5 سنين. فأتمنى اللي هو صاحب المنشأة هو اللي هيعمل الأكاونت والباسورد. طب هيقول لي هو رجل أعمال مش فاضي، يبقى هيعمل واحد ينوب عنه هو اللي هيبقى ماسك البوابة الإلكترونية، بس لما يجي يمشي الواحد ده يغير الباسورد، اللي هيمسك بعده يغير الباسورد. تمام. وكلمة السر سهلة جدا، هتعمل هنا من هنا ويروح عامل لك كلمة السر. بس هما الفكرة كويسة انه خلوا هما صاحب المنشأة هو اللي هيعمل الاكونت والباسورد، وبعد كده يدخل المدير، والمدير يدخل مستخدمين تحتيه اللي هما هيرسلوا الفواتير. عشان كده زمان كنت بطالب ان كل واحد هيقعد على البوابة الإلكترونية بتاعت الفواتير، واحد لاستقبال فواتير الشراء وواحد تاني إرسال فواتير البيع. عشان ما نطولش على بعض، دي فكرة الشيت بتاعي هنستعرضها مع بعض. دي فكرة وأتمنى تعجب حضراتكم. لو عندك إضافات ممكن تضيفها، نضيفها على الشيت وغيرنا يستفيد. طبعا أنا ما اشتغلتش على البوابة كتير قوي، بس دي الفكرة بتاعت البوابة بالظبط، ويعني نقول بنسبة 90% زيها بالظبط. احنا هنا هندوس على تسجيل دخول. شايف علامة الإيد اتغيرت ازاي؟ لو انا طلعت هنا يبقى زائد، شايف هنا؟ اول لما اقف هنا عليها اقول تسجيل دخول ادوس عليها، لو انا وقفت هنا هتبقى علامة زائد. لو اقف على الكلمة ذات نفسها وادوس تسجيل دخول، هو دخلنا على البوابة بتاعتي. البوابة بتاعتي بتبقى شكلها كده، بوابة الفواتير الإلكترونية. طبعا اسم الشركة هنا، لو عملت اكزيت هو بيخرجني للبوابة بتاعتي اللي هو خروج من الموقع بتاعي. لو عايز تدخل تاني بتروح عامل تسجيل دخول. طبعا الصفحة الرئيسية بتاعتي والوثائق الجديدة، هنا الوثائق الأخرى، وهنا التكوين، وهنعرف ايه أهم حاجة في التكوين. هنا حزمة الوثائق، هنا إشعارات، وهنا دليل المستخدم لو أنت عايز ترجع للمصلحة بتاعتك. نستعرض أول صفحة عندنا اللي هي الصفحة الرئيسية بتاعتنا. الصفحة الرئيسية طبعا عشان أنت مثلا هتقول مثلا لا ده مش نفس البوابة، ممكن تدوس على الصورة من الموقع. لو أنت دوست على الصورة من الموقع هو نفس البوابة الفواتير الإلكترونية، هو نفس التصميم بالظبط أنا عامله. عندك هنا الفواتير المقدمة والفواتير المستلمة،
لو احنا رجعنا للصفحة الرئيسية هي الصفحة الرئيسية بالظبط. هنا هتدوس على الصورة من الموقع عشان لو انت عايز تشوف الموقع شكله عامل ازاي، وهنا برضك الاكسل اللي بيشرح لك ازاي. هنا الفواتير المقدمة اللي تم ارسالها لمين؟ للعملاء. هنا الفواتير المستلمة من الموردين. المورد هيبعت لك فاتورة هتستلمها، يقول لك انت استلمت مثلا 5 فواتير، 10 فواتير، 20 فاتورة، 100 فاتورة، 1000 فاتورة في اليوم مثلا، استلم عادي. هنا الفواتير المقدمة اللي انا بعت مثلا للعملاء 10 عملاء في اليوم، 20 عميل مثلا هنا في السنة، 50 عميل في السنة، حد أقصى لا نهاية. مفيش هنا حد أقصى ولا في هنا حد أقصى. طيب اللي أنا لو أنا عايز أستخدم المنظومة الفواتير على البوابة، على البوابة دي لسه هنجيلها كمان شوية. حد أقصى 500 فاتورة في السنة، هيتيح لك 500 فاتورة اللي أنت تقدمها من على البوابة. 501 لغاية ما لا نهاية لازم تجيب سيستم عشان السيستم دوت يبدأ يرفع لك الفواتير تمام على البوابة، والبوابة ترسل لصاحب الشركة. عربيات نزلت جديدة اللي هي بتبقى اي ار بي سيستم، اهم حاجة يكون فيها يعني انت اختار السيستم بتاعك اي نوع. لا هو في كلمة اي ار بي سيستم، يعني انا ممكن اشتري مثلا برنامج اسمه مصطفى حسنين مثلا، بس في كلمة اي ار بي سيستم، مش برنامج اي ار بي سيستم مكان مصطفى حسنين يبقى اي ار بي سيستم. لا، ار بي سيستم معروف غالي جدا، وفي اوراكل غالي جدا، وفي الجافا تصميم الجافا غالي جدا. في بعض الناس بتجتهد وبتعمل برامج بيكون فيها اي ار بي سيستم عشان تربط بالموقع المنظومة، عشان في لينكات تتحط في الاي ار بي سيستم بتاعك ويبدأ يبعت للمنظومة هنا كده انت بيقول لك عدد الفواتير اجماليهم مثلا 10000، القيمة المضافة بتاعتهم مثلا 1400. الفواتير المستلمة مثلا 10000، وهنا الضريبة بتاعتهم 1400. هنا شعارات الدائن، الشعار الدائن وشعار المدين. طبعا احنا شعار الدائن وشعار المدين ده هو نفس كلمة. لو انت رجعت للبوابة اللي انت بتقدم عليها الإقرار الضريبي الشهري، اسمه إشعار إضافة وإشعار خصم. إشعار إضافة يعني دوت مبيعات، يبقى انا عشان اضيف منتجات على الفاتوره يبقى انا كده عملت ايه؟ شعار اضافه يعني دائم، يعني انا زودت عليه. طيب في مرتجعات، في مرتجع جالي من الشركه اللي انا بعت لها قال لي لا ده البضاعه دي تلفه، الحاجات دي تلفه، مثلا لا انا مش عاوز المنتج ده، المنتج غير مطابق المواصفات، فهو بيرجع لي. فما بيرجعليش الفاتوره كامله، لا ده انا بعمل خصم من الاشعار بتاع الفاتوره، فبيجي يسمع هنا. ده إشعار المدين وإشعار الدائن. طب لو احنا رحنا الموقع، بس أنا مش عارف هو الموقع هو عامل كده ولا ممكن تتغير بعدين. لو احنا شفنا هنا الفواتير المقدمة والفواتير المستلمة، وتحت هنا إشعار الدائن، وتحت خالص إشعار الدائن، فأنا مش عارف مين هم الدائن ومين المدين، فأتمنى إن هم يغيروا الحتة دي عشان الناس ما تتلخبطش، ولا ده بيجمع على دوت ولا إيه. فاحنا لسه مش عارفين برضك التطورات بتاعة الموقع ايه. اتمنى ان ده لو يسموه شعار مدين وده يسموه شعار الدائن اللي هو اللي انت بترجعه. هنا نفس الكلام، شعار مدين وشعار دائن، هو بس مسميات مغيرينها. فاتمنى ان هم يشوفوا الحتة دي، ولا هي الحتة دي بتتكلم عن ايه بالظبط؟ شعار الدائن وشعار المدين، هل ده بيروح مجمع هنا وبعد كده بيخصم ده من ده ولا ايه؟ طبعا مشتريات، انت ساعات بترجع منتجات وساعات بتستقبل منتجات اضافية على الفاتورة، فهو بيديك حاجة اسمها شعار اضافة على الفاتورة. طبعا هنا الإحصاءات بتاعتك عن الفواتير البيع وإحصاءات الفواتير الشراء. نشوف بقى الحاجات الصحيحة، عندي كام فاتورة صحيحة من اللي أنا أرسلتهم. طب المرفوض قد إيه؟ اللي هو العميل رفضه، لا قال الفاتورة دي عايز تتعدل فرفضه. طب المرسل كام فاتورة مرسلة؟ لسه هتستقبلها على اللي هو العميل بتاعك اللي هو لسه هيستقبل الفواتير دي. طب الملغاء، انا ممكن اعمل فاتورة واعمل لها الغاء، فالالغاء ده هيتطلب اشعار الغاء والحاجات دي كلها، بالتالي هنا ايه؟ فواتير ملغاة. طب هنا فواتير غير صحيحة، انا بعت فاتورة المنظومة الفواتير الإلكترونية اللي هي مصلحة الضرائب، شافت إن الفاتورة دي غير مطابقة للمواصفات فبترجعها لي وترفضها لي. زي مثلا حطيت تكويد غلط فبيرفضه لي، أو حطيت نسبة ضريبة غلط فبترفضها لي فبيرجعها لي. هنا برضك نفس الكلام، أنا ممكن أرفض فواتير، ممكن أقول ملغاة، ألغي فواتير أنا مش عاوزها، دي الفاتورة دي مش تبعي فأنا بلغيها.
الفواتير الصحيحة بتاعتي في إحصاءات في الصفحة الرئيسية. نسترجع كده الموقع بتاعنا ده. المقدمة بتاعتنا اللي هي عبارة عن فواتير مقدمة وفواتير مستلمة، وبشوف الإجمالي بتاعها إيه بالظبط. نخش على الوثائق الجديدة دي، نخليها آخر حاجة عشان دي محتاجة التكويد، عشان نعرف الأول تكويد بعد كده إزاي نعمل فاتورة. ومن هنا هي دي اسمها فواتير البوابة الإلكترونية. فواتير البوابة الإلكترونية دي اللي أنت هتعمل عليها الفاتورة الإلكترونية، دول لازم يكون هتبقى مقفولة لك لغاية لما تروح تعمل طلب في المأمورية إنه يفتح لك كلمة وثيقة جديدة اللي أنت تقدر تعمل فاتورة جديدة. دي من 1 لغاية 500، لو أنت حجم فواتيرك في السنة كلها 500 فاتورة. تمام. طيب هنا الوثائق الأخرى دي لما بعمل فواتير الرئيسية بتاعتي، الفواتير الجديدة كل ما أعمل إرسال فاتورة واستقبال فاتورة فبلاقيها إيه في وثائق أخرى. دي كل اللي أنا استلمته واللي رفضته واللي اتبعت واللي لسه ما اتبعتش وكل حاجة، ده الكل. وأنت رحت هنا الصورة بتاعة الموقع وثائق أخرى تمام من على البوابة هتلاقيها اهي. طيب لو انت مثلا عاوز تدوس مثلا الوثائق المرسلة او المستلمة، نرجع كده من فوق هنا ادوس، شوف هنا على الكلمة، لازم ادوس على الكلمة عشان يرجع لي الصفحة بتاعتي. طيب هنا الكل بتاعي فبيجيب لي كل حاجة. طيب انا عاوز بس المرسل ايه اللي تم ارساله، فانا بدوس على تم ارساله كده، هو بيجيب لي باللون الاصفر ده اللي هو معنى كده اللي هو دخل على ايه الارسال. لو انا دوست على الكل بيجيب لي ايه على الكل. طب المرسل يجيب لي بس شوية فواتير أنا تم إرسالها، دي أنا طبعا بختارها بناء على المرسل. طب الوثائق المستلمة كده أنا استلمتها، كده الوثائق استلمتها. طيب تعالى كده نشوف مثلا هنا الفاتورة، الكود الداخلي بتاع الفاتورة ده أو مثلا 11/8. لو أنا دوست الكل هنا أدور على 11/8، أدي 11/8 أهو. تمام. يبقى هي الفاتورة دي المستلمة بتاعتي بتيجي هنا، أنا بفلترها زي فلتر كده بعمله يجيب لي الفلترة بتاعتي هنا. طب المرسل هنا برضك نفس الكلام، لو انا دوست 2/2 ودوست على الكل ادي 2/2 واول فاتورة. طب المرفض مثلا المستلم يبقى هي ايه المرفض ايه مع المستلم. طبعا ده الكود الداخلي ده بتستلمه، طبعا الحاجات دي كلها بتنزل مع الفاتورة والتاريخ الاستلام ونوع الإصدار فاتورة والإجمالي بتاعها والإصدار بتاعها وهنا صحيحة ولا لأ. مرسل. طبعا لو انت عاوز بقى نخش على الكل، فانا بدوس على الكل وبيجيب لي. لو انت عاوز الصورة من الموقع فانت بتدوس هنا الصورة من الموقع، دي الموقع الاساسي. دي طبعا صورة عادية انا حاططها عشان تبقى فكرة اللي انت شايف الاكسل بتاعت اللي انا عملتها، شايف المنظومة بتاعت الفواتير البوابة الالكترونية. دي طبعا كود داخلي بيبقى كود مكون من الأرقام كده، كود معين لازم يبقى يتحط على الفاتورة، وده تاريخ الاستلام، وده دائن ولا مدين الفاتورة بتاعتي، والإشعار بتاعتي لو تفتكروا دي فاتورة، ده دائن، ده مدين، ده مش عارف ايه اللي هو الفواتير الإشعارات الخصم وإشعارات ايه الإضافة، دي غير صحيحة ومرفوضة والحاجات دي كلها. نخش على الوثائق بتاعتنا بقى. فكرة البرنامج بتاعي اللي أنا عامله عشان تقدر تبص على المنظومة الفواتير وتتدرب، تعمل تدريب لنفسك كده مكثف، تخش بس تتفرج، تخش تعمل كود ازاي، تخش تعمل التكويد ازاي، لما يبقى ليك فكرة تعمل تكويد ازاي، الفكرة بتاعت التكويد تخش تبقى انت فاهم عشان لما يجي يطبق علينا. يعني في بعض الشركات كبار الممولين هيتم تطبيق خلاص يوم شهر 9، فخلاص فاضل حوالي شهرين أو 3 شهور خلاص هيتم التطبيق. فأنت اتعلم الأول عشان لما تيجي تخش على البوابة بتاعتك اللي هي الموقع الرئيسي بتاعك تبدأ تبقى أنت فاهم إيه اللي أنت طبقته، وبعد كده تخش أي نعم البرنامج ده بسيط وحاجة بسيطة. البرنامج هناك مش معقد ولا أي حاجة، وما تخافش من أي حاجة، وطمن المورد والموردين كلها والعملاء، طمنهم كلها دي فواتير عادية زي ما أنت بتعمل فاتورة بالدفتر هتعمل فاتورة من على الموقع أو بالسيستم بتاعك ويتم إخراجها على الموقع. طيب احنا هنخش بقى على التكويد، ودي أهم حاجة. هو الصفحة بتاعتنا عبارة عن البوابة الإلكترونية، الأهم فيها إزاي تعمل فاتورة وإزاي تكود،
ومن أساسيات الموقع إزاي تكود. التكويد دي من أهم حاجة. ممكن كلمة تكويد دي ممكن تلاقيها أكواد، يعني لو أنا دخلت على الصورة هنا هلاقي هنا أكواد، يعني هتختلف كود تكويد من أكواد، مفيش مشكلة. ده التكويد، ده هتلاقيه. هنخش برضك نفهم يعني ايه تكويد، ويعني ايه ازاي تكود منتج، وازاي انواع التكويد. نرجع لصفحة التكويد بتاعتنا. ده كده التكويد بتاعي. طيب، اول حاجة عندي نوع التكويد. التكويد ده لا اما عالمي لا اما مصري. تمام. طيب، انا عندي 3 انواع في التكويد، او 4 انواع. هنصنفهم 4 انواع. أول حاجة عندك تكويد خدمي، اللي هي زي مثلا خدمات مهنية. كلمة خدمات مهنية هي مثلا، تمام، ده التكويد خدمات مهنية. شوف بقى يقيس على خدمات مهنية مثلا، زي عندك المحاسب، المحامي، عندك مثلا النجار، عندك السباك، عندك المكوجي، عندك أيا كان بيعمل خدمة. عندك مثلا مثلا السياحة، اللي هي اللي هو المضيف اللي بيطلع معاك في السياحة. شوف أي حاجة خدمات مهنية هتكودها. تمام. طيب، ده رقم واحد. وهقول لك ايه هو التكويد، وما تخافش، التكويد سهل جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشاكل. عندك مثلا الأطباء والحاجات دي كلها خدمات مهنية، مثلا هتدخلك تحت خدمات مهنية. لو هتطلع فاتورة ممكن تشوف بقى انت الأطباء معفاة ضريبة، فاحنا هنعرف ازاي نعرف ضريبيا بعد كده. طيب، ده النوع الأول اللي هو الخدمات المهنية، وقيس عليها الخدمات المهنية. النوع التاني اللي هو مثلا هنقول ايه، بيع وشراء. انت مثلا نقول مثلا زي السوبر ماركت. السوبر ماركت بيجيله المنتج جاهز وتام، وعليه الباركود بتاعه. عليه الباركود ما فيهوش اي مشكلة عليه. يعني لو انت فتحت الباركود، يعني مثلا لو احنا جبنا مثلا منتج زي ده كده، المنتج ده عليه باركود. الباركود ده موجود على جميع المنتجات اللي انت بتشتريها. تمام. فانت بقى قيس على نفس المنتج كده. لو انت هتشتري منتج لازم يكون عليه باركود. طب لو معلهوش باركود يبقى انت لازم تكود، وهتخش في جزئية تاني وهنتكلم عليها بالتوضيح. لو انت مش مكود يبقى انت لازم هتكود الحتة دي. طيب، يبقى انت السوبر ماركت هو بيشتري منتجات، يعني مثلا بيشتري زي علب معلبات، عندك عصائر، عندك مثلا قمح ورز، والحاجات دي كلها بتبقى عليها كود من المصنع. انا بشتري من المصانع او التجار بيبقى محطوط عليه الكود. طيب، ده النوع التاني اللي انت ممكن تقيس عليه نفسك. بيع وشراء، اشتريت منتج بعته، والمنتج اللي انا اشتريته بيبقى متكود زي نقول كده ايه وسيط. يبقى انا النوع التاني اللي هو الوسيط، اللي هو بيشتري يبيع على طول. طب نرجع للشيت بتاعنا. ده بالمناسبة الشيت ده أنا منزله من فترة، عشان تتدرب على الفاتورة الإلكترونية وإزاي الحاجات دي كلها. ده مش موضوعنا، ده أنا طورت الموضوع ده ودخلته في فواتير البوابة الإلكترونية بالشكل الواضح. طيب، يبقى أنا عندي النوع التاني الأول كان خدمات مهنية. النوع التاني بيع وشراء زي وسيط كده، أنت بتبيع وبتشتري، بتشتري وتبيع، نفس كل إيه العمليات. طيب، قيس بقى عليها زي ما أنت عاوز. طب النوع التالت وده المهم جدا، المهم جدا جدا جدا، اللي هو الاستيراد والتصدير. الاستيراد والتصدير. هتقول لي ايه بقى الاستيراد والتصدير؟ مفيش أي مشكلة في الاستيراد من خارج مصر. أي منتج خارج مصر هتستورده، تمام، هيكون عليه باركود عالمي، اللي هو الكود الدولي بتاع البلد المنشأة. رحت استوردت حاجات من الصين هتلاقي عليه الكود بتاعها. رحت استوردت حاجات من إيطاليا أو فرنسا أو أمريكان، هتلاقي الكود الباركود بتاعه موجود عليه. ده مفيهوش أي مشكلة. المشكلة فين بقى؟ في التصدير. لما تيجي تصدر. طيب، لما اجي اصدر ايه المشكلة اللي عندي؟ اللي انا لازم يبقى المنتج بتاعي متكود. يبقى أنا المنتج بتاعي إيه؟ لازم يكون متكود. طب متكود ازاي؟ لازم يكون متكود لا اما
هبيع خارج الدولة، يبقى أنا لازم الكود بتاعي يكون عالمي، يبتدي بالرقم البلد بتاعه. تمام. وبعد كده الشركة، وبعد كده الأرقام بتاعة المنتج. طيب ده هنفهمه لما أخلص بس الجزئية إزاي تكود والحاجات دي كلها. يبقى أنا عندي 3 أنواع كده أنا قلتهم، لسه في نوع رابع. النوع الأول خدمات مهنية، وأعرفك إزاي تكود الخدمات المهنية. والبيع والشراء مفهوش أي مشكلة، المنتج اللي هيجيلك بالباركود هتحطه على الجهاز بتاعك السيستم، أو هتحطه في التكويد كده زي ما احنا بنعمل، وهترفع على طول بالتكويد على طول. لا إما ترفع بشيت إكسل، لا إما هتكود كود. ممكن يجيلك منتج جديد فأنت هتكوده بسيط، يعني أنت مش محتاج إن أنت ترفع شيت إكسل. طيب النوع التالت اللي هي زي ما بنقول كده لشركات الاستيراد والتصدير. الاستيراد من خارج مصر مفيش أي مشكلة، هتيجي عليه الباركود وهتدخله. لو انت هتصدر خارج مصر يبقى انت لازم يكون عليك باركود دولي، وهنعرف ايه هو الباركود الدولي وايه هو الباركود المصري، زي مثلا الجي اس 1 والاي جي اس اللي هو المصري. طيب النوع الثالث بقى، وهو ده اللي بنسميه الرخامة بقى في الشغل، اللي هو لو انت عندك مصنع. يبقى النوع الرابع، آسف، النوع الرابع لو انت عندك مصنع. تمام. جميع المنتجات اللي هتطلع عندك لازم تتكود. طيب هكودها ايه يا مصطفى؟ لا اما عندك نوعين، لو انت هتبيع بس فقط داخل مصر، داخل مصر، يبقى انت هتكوده تكويد مصري. ماشي. لو انت هتبيعه خارج بلد، زي مثلا هتصدره مثلا لفرنسا، هتصدره لألمانيا، هتصدره مثلا للصين، هتصدره لأمريكان، أو ممكن الحاجات دي كلها بتطلعها من بره. تمام. أي بلد خارج مصر يبقى أنت لازم تكوده تكوين عالمي. طيب أول حاجة، عشان قبل ما ندخل في التكويد لازم نعرف إيه هو التكويد العالمي. ماشي. اللي هو الجي اس 1. وايه هو التكويد المصري. طيب انت ممكن ترجع للشيت بتاعي في عملية التكويد بتاعتي. تمام. ده تكويد بسيط انا صنعته كده. ده التكويد العالمي. لو انت عاوز ترجع للبلد بتاعته، لو انت ممكن تبقى دخلت هنا هيجيب لك الليست بتاعت الجي اس 1. وكل بلد ليها اكواد، يعني مثلا كندا. كندا بتبدأ من 00، تمام، 3 اصفار، لزيرو 19. يعني ممكن تلاقي 001، 002، 0010 مثلا، او 010، او 011، 015، لغاية 019. ليه؟ لأن كندا بلد كبيرة ففيها ولايات، كل ولاية ليها ليها كود معين. أمريكان طبعا كبيرة، أمريكان الجنوبية وأمريكان الشمالية، الاتنين ليهم دول كتير، فكل دولة ليها باركود. طيب لو احنا نزلنا عند مصر، ننزل شوية كده، هنلاقي مثلا ايجيبشن. ادي كلمة ايجيبشن. ايجيبشن بتبدأ ب622، يبقى ده كود البلد. يبقى انا اول حاجة عندي كود البلد بتاعي. طب لو انا استوردت مثلا من الصين شاينا، يبقى لا اما 96، لا اما 699. تمام. من ده لده. فكل اللي بينهم هو ايه؟ الباركود بتاع الصين. طب لو انا مثلا بتستورد مثلا من البرازيل، فتلاقي البرازيل دولة كبيرة فتلاقي ليها اكواد. مثلا اسبانيا هتلاقي ليها حاجات. مثلا ننزل تحت شوية، مثلا استراليا هتلاقي ليها اكواد. تنزل بقى وتدور في الحاجات دي، الكود البلد المنشأة بتاعته، وهتلاقيه على أول المنتجات في البلد. طيب نرجع كده للفواتير بتاعتنا. يبقى أنا كده أنا جهزتهم لك وحطيتهم لك هنا. ممكن ترجع للشيت ده ويبقى أسهل لك الحاجات دي كلها. طيب يبقى أنا عرفت البلد بتاعي مصر. فين مصر؟ هنا بتبدأ من 622. أدي 622 أهو. مصر إيجيبشن 622. لو انا طلعت للمنتج ده، المنتج ده صنع فين؟ صنع في مصر. ده باركود ايه؟ دولي. اوله 622. يبقى انا كده ايه؟ 622 دي خلصت كود الدولة بتاعي.
طيب ايه ال 4007؟ ده الكود الشركة في الجي اس 1. يبقى انت الكود الداخلي بتاع الشركة ذات نفسه بتاع الجي اس 1. في كود داخلي هنتكلم عليه شوية، بس ده ملهوش علاقة بالكود ده. الكود دوت علاقة بالشركة الأم اللي هي الجي اس 1 اللي هي بتديك الكود ده. طيب هنيجي بقى ايه للمنتجات بتاعتنا. لو انت مصنع او بتصدر خارج مصر وعاوز تعمل كود دولي، طيب انت تسأل نفسك عندك كام منتج هتصدره خارج مصر او هتصنعه ويتم بقى ايه توزيعه خارج مصر او داخل مصر. من 1 ل10 في مبلغ، ومن 10 ل50 في مبلغ، ومن 100 لكذا في مبلغ. طب ايه هو 10 و20 و30؟ شايف ال62 ده؟ ده كود المنتج. اسم المنتج مثلا جل، فكوده 62. هو الراجل صاحب الشركة اشترى من الشركة الجي اس مثلا 10 أكواد عشان هو عنده 10 منتجات، فبالتالي انه اشترى لغاية 62. مثلا 1 2 3 4 5 6 لغاية مثلا 62 مثلا منتج عنده، فهو بيبيع بالكتير. ممكن تشتري 4 أكواد، يعني 2 و6 و8 و7 تشتريهم. ممكن تشتري 5 أكواد. ممكن تشتري الأكواد اللي هي بعد الشراء. فهي دي الكود بتاع المنتج. انت عندك من مثلا من منتج لغاية ما انت عاوز. فانت بترجع للشركة جي اس 1 وبتقول لها انا عاوز اشتري المنتج دي. طبعا انت في بريد بترسل له وبتبعت له العينة وبتشوف المتطلبات وبيرد عليك ويقول لك انت مصر. بيحط لك الكود وكود الداخلي بتاع الشركة او كود معين للشركة، وبعد كده بتشوف انت اشتريت كام رقم من اليمين. احنا بنعد الارقام من اليمين اللي انت اشتريتهم. لو 10 ارقام يبقى من واحد مثلا 2 3 4 والستة لغاية 2 و6. لو انت اشتريت 3 اشتريت 4 اشتريت 5 زي ما انت بتشوف عدد المنتجات عندك. يبقى ده انا عرفت يعني ايه جي اس 1. طبعا هنا الجي اس 1 بتاع الكود هنا، فبيقول لي ده جل مثلا معقم للإيد. دي دولة مثلا 880. قلم سمون مثلا، هي صنعت قلم سمون. لو انت جيت تحت هنا مثلا 880، ادي 880. بيقول لك مثلا دي من إيطاليا أو من كام. 880 من كوريا. ادي 880 كوريا. يبقى علبة السنون دي جاية مستوردة من كوريا. فانت ما عندكش مشكلة في الاستيراد من خارج مصر. لو انت استوردت بضاعة من اليابان كوريا الصين الحاجات دي فبيديك كود دولي. تمام. طيب كده انا صنفت الكود الدولي واحنا عرفنا يعني ايه جي اس 1. طب ايه هو بقى الاي جي اس؟ الاي جي اس طيب لو انا لسه ما خدتش الكود بتاعي الجي اس 1 قبل ما اخش في الاي جي. الجي اس 1 لو انا ما خدتش الكود بتاعي زي ده كده، زي الباركود بتاعي ده كده، لو انا لسه ال- الشركة لسه بتعمل لي الطلب والحاجات دي، وانا دخلت على الجي اس 1 زي ما احنا شفنا في الموقع. لو احنا مثلا دخلنا على التكويد، نجيبه بسرعة كده. نجيب الداتا وندخل على التكويد. وطبعا التكويد العالمي وبتخش مثلا على الجي اس 1. طبعا هنا بيشرح لك ايه هو الجي اس 1 والحاجات دي كلها. دي الشركة بتاعت الجي اس 1 عشان لو انت عاوز تبعت وتراسل للشركة. احنا بس عاوزين حتة التكويد عشان ننجز. طبعا انا هنا بختار العربي وبقول له جي اس 1 وبختار المنتج بتاعي مثلا أحذية أو مثلا كده. خلاص أنا عرفت المنتج بتاعي. طب هيقول لي مثلا هيديني الكود العالمي اللي هو الجي اس 1 المنتج بتاعي. لا، هو بيديك كود داخلي للمنتج. يعني بيقول لك المنتج ده رقمه كذا في العائلة بتاعته. يعني مثلا هنا سيارة وندوس مثلا بحث. تمام. هو جاب لك هنا مثلا إضاءة لمض مثلا في السيارة. بيقول لك مثلا مصابيح أمامية. فالكود بتاعي اللي هو 1030 31.
1030 31 ده أنا ممكن بس أستخدمه لغاية لما الشركة تبعت لي الكود بتاعي. تمام. وبعد كده هنا ممكن هنا ايه عدسات الغيار أو في حاجات تاني زي ما أنت عاوز. فهو الكود بتاعي بيبدأ كله 1000 وبعد كده 4 أرقام تانيين مختلفين. هنا مثلا 30 42، هنا 30 44، هنا 30 34، لمض مثلا الحاجات. فدي ايه الجي اس 1. طب نرجع بسرعة كده للصفحة بتاعتنا في التكويد. انا دلوقتي كده ايه كودت المنتج بتاعي دولي يبقى مفيش مشكلة. طيب لو انا بقى ايه هبيع وهعمل خدمة في مصر مش هبيع بره مصر مش هتخطى مثلا مش هصدر. يبقى انا بس هعمل كود داخلي مصري. زي مثلا مين؟ زي مثلا ايه الخدمات المهنية زي مثلا الطبيب، زي مثلا محاسب، المحامي، السباك، المكواجي، الحاجات دي كلها. هيعمل ايه؟ هيعمل حاجة اسمها جي اس اي جي اس لو احنا رحنا كده اي جي اس. طب ايه هو الاي جي اس؟ آسف. الEGS ده عبارة عن الكود اللي هو الداخلي بتاع مصر. تمام. وبعد كده الرقم التسجيل الضريبي. ادي الرقم التسجيل الضريبي بتاعك اللي هو مكون من 9 أرقام. طبعا مفيش حد في مصر هياخد رقم تسجيلك الضريبي. طيب هتقول لي مثلا الشركة الفلانية حطت الكود ده. يبقى الشركة دي هحط اسم المنتج بتاعي عشان انا بشتري وابيع زي مثلا قلنا زي السوبر ماركت انا بشتري وابيع فانا بشتري بكود وبحط. فانا كده هحط مين الكود بتاع الشركة اللي انا اشتريت منها. تمام. طيب لو انت مثلا بتكود يبقى انا هكود 9 أرقام اللي هو الرقم التسجيل الضريبي. واحط مثلا 3 أصفار 1 ده المنتج الأول. ده المنتج 2 3 أصفار 2. ده المنتج التاني 3 أصفار 3. ممكن أحط 100 على طول وأبدأ برقم 100 مثلا 1 102 103 على حسب أنت عاوز تحط كود إيه. ممكن تحط كود واحد لو أنت مثلا خدمات مهنية وما عندكش غير خدمة واحدة هي بس اللي بتعملها ممكن تحط 1. ممكن تحط 2 زي ما أنت عاوز. حط براحتك. ده كود لازم يتوافق عليه الأول المصلحة. هتقول للمصلحة وافق على الكود ده عشان إيه؟ عشان أبدأ أستخدمه. طب لو ما وافقتش أتصل بالمصلحة أشوف إيه الخطوات اللي ما توافقتش عليها عشان أبدأ أعدله وأبدأ أحطه. طب هنا النوع بتاعي يا إما جي اس 1 اللي هو الكود العالمي زي ما احنا قلنا، يا إما هنا الجي بي سي اللي هو اللي أنا هستخدمه مؤقت لغاية لما أعرف الشركة بتاعتي اللي هي الجي اس 1 بعتت لي الكود الدولي بتاعي فأنا هغير مكان اللي هو اللي احنا قلنا عليه 1000 مثلا 11 41. تمام. دي أجهزة كمبيوتر. فأنا هغيره بالكود الدولي بتاعي اللي هو بيبتدي من 622 وأبدأ أحط الرقم بتاعي. طيب دي الخدمات المهنية ممكن تحط كده. لو أنت مثلا أنت بتأدي خدمة في مصر بس مش بتأدي خدمة خارج مصر. طيب لو أنت بتأدي خدمة خارج مصر بقى في الخدمات المهنية ففي مكاتب مثلا بتأدي خدمة خارج مصر فطبعا تصدير والتصدير هيبقى ليها برضك فواتير ضريبية بشكل معين وبكود معين. انت ممكن بقى الكود ده لا اما هيبقى من الجي اس 1 او ممكن تحط الكود الداخلي بتاع مصر لو المصلحة وافقت عليه. ويبتدي تبدأ تحط الكود بتاعك لو خدمات بس مهنية. دي ممكن فيها بس هنعرف ايه هي تفصيلة اكتر لما الناس تشتغل اكتر عليها الخدمات المهنية. طيب هنا مثلا منتجات مصرية هبيع واشتري داخل مصر زي ما انا بقول لك كده. بيع وشراء عادي مفيهوش اي مشكلة. لو انت بتستورد من خارج مصر فالمنتج بتاعي خارج مصر مفيهوش اي مشكلة يجيلك باركود دولي. لو انت مثلا بتبيع في مصر وخارج مصر فانت بتحط الباركود الدولي بتاعك. وهنا طبعا نوع التصنيف وهنا الاسم الصنف
وهنا المطلوب من الشركة مثلا مصطفى هي اللي عاملة الحاجات دي، والتاريخ الضبط بتاعك. تاريخ الضبط بتاعي أنا عاوز يبتدي الباركود ده نشط من 1/1/21 حتى ما لا نهاية، أسيبه فاضي، أسيبه فاضي. طب لو أنا عاوز مثلا عندي دوت مؤقت من 1/1 ل1/5 مثلا أو 5/1، يبقى ال5 أيام دول مؤقتين بس، فأنا بحط كود مؤقت لغاية لما إيه يجي لي الكود التاني الدولي، او شوف الكود اللي انا عاوز اعمله، او مثلا خلاص الخدمة دي انا مبقتش اعملها تاني فلغيت ايه التاريخ بتاعها، فقال لي ايه غير نشط. النشط هيبقى نعم والغير نشط هيبقى لا. طب احنا ممكن نروح عند التكويد من الصورة هنا ونلاقيه اهو نعم لا نعم لا، ده نشط مثلا ده غير نشط عشان تم وقفه مثلا في تاريخ كذا، وده مثلا تم حط تاريخ بس هو نشط لغاية لما يوصل للتاريخ ايه المعاينة بتاعه. طب ازاي اعمل تسجيل الارقام التسجيل الايه الاكواد دي، كود مميز ده والجي اس بتاعي. لو انت هنا دخلت على التسجيل، هنا تسجيل استخدام كود، انا عايز استخدم كود، فهو هيجيب لي هنا طبعا نظري بس انا مش هقدر اكتب فيه اكواد، يرحل لي على طول الناحية التانية. ده بس فكرة الكود ازاي بيتم عمله. طبعا انت بتختار هنا جي اس 1 نوع المنتج بتاع جي اس 1 عشان ده عالمي، وبحط 622 الكود بتاع الجي اس 1 بتاعي. هيجيب لي هنا الصنف بتاعي ويقول لي هنا الاسم بالانجليزي والاسم الجل ودوت الوصف بالانجليزي اللي هو مثلا منظف يد، وده منظف يد بالعربي، ودي الفئة بتاعت المنظفات، وكود نشط من 1/1 لغاية كذا. وبعمل إضافة، لما بدوس على إضافة هنا بيروح ضايفهولي في أول خانة هنا مثلا. بعد كده بخش أسجل كود تاني، وبعد ما بسجل وخلص أدوس إضافة أو إيه إرسال وإنشاء، أدوس إضافة يروح نازل لي الكود رقم 2. طيب مثلا شركة حجم مثلا زي سوبر ماركت عنده 10,000 صنف، هيقعد يعمل صنف صنف؟ لأ، هي بدل المصلحة ما بتعمل صنف صنف قال لك بالجملة، تسجيل بالجملة. التسجيل بالجملة ده عبارة عن إيه بقى؟ لا إما تدخله كود وتعرف الكود ده نشط ولا لأ، ولا تدخله تسجيل كود اي جي اس. تمام، هدوس على الجي اس كده يروح مدخلنا على طول على ايه على المنظومة. ولا انت عاوزه ايه؟ ولا عاوزه تحمل الاكسل؟ اقول له تحميل اكسل، وبعد كده ارفعه وادوس اضافة، هيجيب لي نفس التفصيلة بتاعتي بالظبط. طبعا الاي جي هيبقى مختلف عن الكود الدولي اللي هو الجي اس. الجي اس هتلاقي اختصارات مختصر الشيت الاكسل بتاعه، والاي جي هتلاقيه مطول شوية عشان بيطلب بيانات كتيرة عشان يشوف المصلحة توافق عليه ولا لا. طيب هل ده ممكن واحد تاني ياخد نفس المنتج؟ اه ممكن، مفيش اي مشكلة، ممكن اخد الكود ده احطه طالما واحد هو عامل خدمات مهنية وتم ايه الموافقة عليه. ممكن مثلا هنا منتجات مصرية، لو انا عندي هنا منتجات مصرية مثلا زي مثلا ايه ملابس، مفيش اي مشكلة. ملابس، اسف، ملابس، يبقى انا عندي هنا الملابس بتاعتي. تمام، يبقى هو الكود ده ممكن تلاقي شركة تاني واخدة مني المنتج بتاعي ومكودة بيه نفس الكود بتاعها، مفيهوش اي مشكلة. طب طبعا ده رقم التسجيل الضريبي بتاعك، فانت مش هتلاقيه عند اي حد، وهتكود عادي. ممكن الشخص التاني اللي هو هيشتري منك ياخد ويكود عادي بالارقام بتاعته زي ما هو عاوز. طب دي التكويد بتاعي، لو انت دوست على الاتنين بالاصفر دولت هيدخلك على التكويد، ازاي تتفرج على التكويد وتعمل اضافة او تعمل عودة للتكويد، وتعمل هنا تسجيل بالجملة، وتشوف انت عاوز تسجل جي اس 1 ولا اي جي. وهنا التسجيل 1/1، وهنا تسجيل بالاكسل، وتسجل بالاكسل بتاعك مرة واحدة، وبعد كده بتعمل تصفية الملف يعني اضافة، وبعد كده بتعمل له اضافة فبينزل هنا. ده التكويد بتاعي. طيب
هنا الوثائق. تمام. عرفناها ازاي بنفلتر. هنا وثائق، حزمة الوثائق اللي انا عاوز حاجات معينة. عاوز مثلا حزمة الوثائق بتاعتي. بفتح هنا الحزمة وبقول له أنا عاوز، أنا اللي أرسلت وعاوز رقم تسجيل الضريبي والشركة ومن تاريخ كذا لتاريخ كذا، وعاوزها فاتورة وعاوزها صحيحة وطوز طلب الحزمة، فهو بيفتح لي الطلبات بتاعتي اللي تم إرسالها للعميل. لو أنت مثلا عاوز تعمل تحميل، لكن هنا في الوثائق الأخرى مفيش تحميل. هنا مفيش تحميل، هنا حزمة الوثائق هي هنا اللي بتحمل بس الفواتير بتاعتك. طيب انت عاوز الممول ولا المستخدم الداخلي، ولا انت عاوز تعمل ايه؟ تشوف اللي انت عاوزه. عاوز تعمل الفواتير المرسلة، عاوز تطبعها، عاوز تعمل فواتير اللي تم ارسالها ليك، فكل ده من حزمة ايه؟ الوثائق. طيب هنا الاشعارات، اشعار بتاعي اللي هو الاشعار الاضافة واشعار الخصم. شوف انت عاوز المحقق ولا عاوز ايه، عاوز اللي تم ارساله ولا اللي تم استلامه، ولا ايه شعار الاضافة اللي انت عملته وبعت، ولا شعار الاضافة اللي انت اشتريته من المورد. وبالتالي بتدوس بحث، هو بينزل لك على طول. اسف. هنا بينزل لك على طول البحث، وبيتحط على طول اللي انت عاوزه، وبرضك ده بتطبعه في طباعة، وبتشوف الإشعار بتاعك وبتطبعه من الحزب. طيب هنا قلنا التكويد، وعرفنا ازاي بنكود، وعرفنا ازاي وثائق اخرى اللي انت بعت واشتريت، ولو انت عاوز وثيقة اللي انت بعت واشتريتها وبتشوفها بتاريخ كام، وممكن تعمل له تصفية التواريخ، وبتعمل له زي فلتر، وممكن تخش هنا في حزمة الحاجة وتطبع اللي انت عاوز تطبعه. طيب نخش بقى على أهم حاجة، اللي هي الوثائق الجديدة، اللي هي اللي انت هتبدأ بقى تعمل فاتورة من على بوابة الفواتير الإلكترونية. أنا عايز أعمل من على البوابة فواتير اللي احنا قلنا ما تتعداش الإيه؟ ما تتعداش 500 فاتورة في السنة. ممكن برضك المصلحة تزودهم ونشوف احنا او ممكن تنقصهم. فاحنا لسه مش عارفين كمية الفواتير اللي هيتم ايه من خلالها. طيب ده طبعا انت بتعمل هنا طلب للمصلحة، لو لقيتك ازيد من 500 فبتعمل لك ايه؟ تقول لك لا ارجع اعمل سيستم وابدأ ارفع من على السيستم. طيب هنا الوثائق اللي انت تبدأ تعمل بقى الفاتورة بتاعتك. هنا هو الشكل بتاعنا. أول لما بتدوس على الوثائق بيدخلك على الاختيارات المستند اللي انت عاوزه. ترجع هنا. هنا بتقول لي بقى ايه المستند الجديد. انا كده عاوز اعمل فاتورة رقم واحد، ماشي، للعميل الفلاني الفلاني اسمه مثلا مصطفى حسنين، رقم تسجيل الضريبي بتاعه معايا 9 أرقام. طيب هنخلي بالنا في حتة هجيلها دلوقتي. هنا الفواتير بتاعتي فاتور ولا إشعار إضافة ولا إشعار خصم؟ طب أنت هنا إيه؟ صفتك إيه؟ بتبيع، فده إيه؟ البيع فقط. محدش يجي يقول لي أصل أنا مشتري فأنا هعمل فاتورة شراء. تمام، فما ينفعش تعمل فاتورة شراء من هنا. ده انت هو بتطلب من المورد بتاعك يجيب لك فاتورة ايه؟ الشراء، وبيبعتها لك في الحزمة بتاعتك، حزمة الأخرى أو الحزمة ايه؟ الوثائق، عشان توافق أو ما توافقش. وهنا الوثيقة الجديدة دي اللي هي المستند الجديد فقط للفواتير اللي هتتم خروجها من الشركة. هنا أنا باختار، بقول بقى هنا عايز فاتورة ولا عايز شعار إضافة ولا شعار خصم. أنا بقول له فاتورة، عايز أعمل فاتورة تبقى ليها حرف اسمه التي، وبقول له هنا الإصدار بتاعي. هنا إصدار الفلاشة التوقيع الإلكتروني. لو أنت مش موقع يبقى 09، لو أنت موقع يبقى إيه؟ 1 واحد. في واحد ده الإصدار التوقيع الإلكتروني اللي هو التوقيع الفلاشة. لما يديك الفلاشة تقول له الإصدار بتاعي إيه، هيقول لك مثلا في واحد. وأنت منزل، لو أنت تفتكر إن أنت منزل برنامج التوقيع الإلكتروني، برنامج توقيع إلكتروني، عشان لما تيجي تحط الفلاشة يبدأ يتفعل التوقيع الإلكتروني. وهنا
هل انت عاوزها بسيطة ولا افتراضية؟ انا اقول له انا عاوزها بسيطة، والناس كلها تشتغل على البسيطة. الافتراضية ديت ليها استخدام فقط زيادة، اللي هو لو انت عاوز تشوف نوع السداد بتاعك ايه، هل هو سداد بالآجل ولا سداد مثلا بالبنك، ولا نوع السداد هيكون طريقة السداد بتاعتك بس فقط. فأنا أقول له هنا بسيطة، اللي أنا بستلم وأبيع في الفواتير بتاعتي، وشوف أنت عاوز تخليها إيه، وهندوس استمرار. استمرار هيدخلني على هنا، قال لي الفواتير بسيطة، الفيرجن بتاعي فيرجن 1. تمام. دي أول حاجة. المعلومات الشركة بتاعتي، الرقم الداخلي ده بتاع الشركة، بتاع الشركة بتاعي. طب في شوية كنا بنقول الباركود ورقم داخلي، ده حاجة تاني عشان بس متلخبطش الدنيا على بعضيها. ده رقم داخلي المصلحة بتديهولي، ممكن تدوس هنا تعديل وتعدله عادي، وممكن تسيبه أو تشوف أنت اللي أنت عاوز تعمله فيه. عاوز تخليه صفر، شوف المصلحة ممكن ترفضه. عاوز تخليه بالرقم اللي المصلحة تديهولك، وتعمل تعديل، وبعد كده إيه، تعمل له الإصدار بتاعه، عشان ده رقم داخلي للشركة بتاعتك في المأمورية. طيب، هنا تعديل، خلي بالنا هام جدا، وادي ممكن تقرا الملحوظة جدا جدا جدا. تخلي بالك يوم تاريخ إصدار الفاتورة، ما تجيش تقول لي أنا هعمل فاتورة العميل يبص عليها بعد كده أبقى أصدر له فاتورة، دي ما ينفعش. أنت يوم لما تدوس على إرسال الفاتورة يوم 23/6، التاريخ توداي 23 مثلا 6 ديت، انت ممكن تعدله تكتبه بايدك او تختاره اليوم اللي انت عاوز تصدر فيه الفاتورة. الفاتورة دي هتقعد 3 ايام بالظبط. لو العميل وافق عليها قبل ال3 ايام مفيش مشكلة، اليوم التالت مفهوش مشكلة، يعني الاول التاني التالت 3 ايام مفهومش مشكلة، يعمل اكسبت للفاتورة او يوافق على الفاتورة. طيب العميل ما وافقش خلال 3 أيام وما شافش الفاتورة، عشان كده لو تفتكر في أول الفيديو قلت لك لازم يقعد عليه 2، واحد لاستقبال الفواتير وواحد لإرسال الفواتير. استقبل الفواتير من المورد عشان أشوف فاتورة فاتورة وأعرف فاتورة فاتورة إيه اللي دخلت عندي. لازم على الأقل 2 يكونوا قاعدين. طيب واحد يقول لي أنا حجم أعمالي بسيط، مش شركة كبيرة أوي وما عنديش موظفين وأنا اللي بشتغل، يبقى أنت لازم هيجيلك فاتورة فاتورة، أنت هتبدأ تشوف وتدخل الفاتورة. واحد تاني يقول لي هو أنا عقبال ما أوصل للشركة عشان أفتح الجهاز الكمبيوتر وأوافق على الفاتورة، لا، أنت حضرتك بتخش من على التابلت أو موبايل أو لابتوب بيبقى معاك، تمام، حامله في ايديك، وبتبدأ تفعل عليه تدخل الاكونت بتاعك وبتفعل وبتبدأ تستلم الفاتورة من عليه. من على الموبايل مفهوش اي مشكلة، من على التابلت مفهوش اي مشكلة، من على اللابتوب، من على الكمبيوتر في الشركة مفهوش اي مشكلة، تستقبل وترسل فواتيرك كلها. طيب، ده كده خلاص الكود الداخلي، وصممت وخليت الفاتورة بتاعتي تاريخ النهاردة، خلاص أنا هصدر الفاتورة 1000000% وهوافق عليها. طب هعمل إيه؟ استمرار، هيدخلنا على الإصدار والاستلام. طيب أنا عاوز أصدر الفاتورة، تمام، يعني إيه إصدار واستلام؟ اللي أنت هتبدأ تشوف اسم العميل بتاعك وبعد كده إيه تسلمه. طيب هنا ده البائع اللي هو انت، تمام، اللي انت هتبيع للمشتري. هنا البائع اسم انا الشركة بتاعتي هتبيع مثلا واحد اسمه حسنين مثلا. فانا دي الشركة بتاعتي والرقم التسجيل الضريبي بتاعي والعنوان والفرع والكود والمهنة ايه، خدمات مهنية رقم كذا. طيب ايه هي خدمات مهنية رقم كذا؟ لو ترجع للتعليمات المصلحة هتلاقي في أكواد النشاط، كودك رقم كذا، أو ترجع للبطاقة الضريبية كود النشاط بتاعك هتلاقيه وتحطه على طول. طبعا خدمات مهنية مثلا تلاقيها مثلا 350 أو الحاجات دي كلها، فأنت ممكن ترجع للكود النشاط بتاعك في الضرايب وهيقول لك كود النشاط بتاعك. طيب
هنا بقى نخلي بالنا جدا 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 جدا. المشتري هنا ده أعمال، يعني معنى كده إن هو فاتح شركة. أعمال يعني فاتح شركة أيا كان مسمى الشركة، شركات مساهمة، شركات مسؤولية محدودة، شركة فرد، أشخاص، شركة فردية اللي هو واحد يمتلكها فردي، اللي هي الشركة الفردي اللي هي بنقول عليها إقرار الفردي العادي الطبيعي، اللي هو ليه رقم تسجيل ضريبي يبقى أعمال. بحط رقم التسجيل الضريبي المكون من 9 أرقام، هيجيب لي الاسم بتاع العميل والرقم التسجيل الضريبي بتاعه. لو أنا دوست أشخاص، يبقى أنا هنا مطالب إن أنا أحط الرقم القومي لو زادت الفاتورة عن 50,000، يبقى مثلا إيه 2 9 مثلا 3 0 3 مثلا 3 0 والرقم القومي بتاعه. طيب ده شركة بتاعتي أو شركة مثلا حسنين، شركة فلان الفلاني، أو فردي أو شركائه أو أيا كان، يبقى أعمال ليه رقم تسجيل ضريبي مكون من 9 أرقام. أدي ال9 أرقام وأدي ال9 أرقام بتوعنا هيتحطوا عادي، وتدوس بحث ماشي هينزل لك على طول الاسم والرقم التسجيل بتاعه. هنا عنوان رقم تسجيل الضريبي اللي تم اختياره من هنا. أنا مثلا بتعامل مع 50 فرع، أو بتعامل مع فروع كتيرة. فمثلا زي البنك في المحافظة الواحدة، مثلا زي محافظة الجيزة ليه 30 فرع، وأنا بتعامل مع ال30 فرع كلهم. هنا تبدأ تعمل تعديل عنوان وتغير العنوان اللي انت رايح عليه. طيب هتقول لي هنا رقم التسجيل الضريبي، الفواتير كلها بتاعت الفروع هترمي على رقم تسجيل واحد، فدي مش فارقة، مش هتفرق معانا. الرقم التسجيل الضريبي هو الأساس، والفروع اللي تحت هو اللي هيرمي عليه. فانت مثلا عندك فرع فلان الفلاني ده بيبيع ويشتري وبيشوف المبيعات بتاعته ويتحط فين في إقرار واحد، فدي ما فيهاش أي مشكلة. المشكلة بس اللي انت لازم تعدل العنوان بتاعه. طب هيقول لي اصل انا عاوز اكتب فرع، يبقى مصلحة الضرايب اتمنى من مصلحة الضرايب في الحتة دي كده تعمل لي حاجة اسمها فرع مثلا الجيزة. تمام، يبقى انا هنا فرع الجيزة واكتب مثلا اسم مثلا بنك، او اكتب مثلا محل، أو أكتب مثلا منتج، أو مثلا إيه إدارة فرع كذا. تمام، يبقى أنا هنا كده الفرع بتاعي واكتب الاسم مثلا فرع الجيزة باسم مثلا مصطفى حسنين. يبقى أنا كده عرفت، فتحت خانة جديدة كده تحت الرقم التسجيل الضريبي اللي انا بقول له ان ده بتاع فرع الجيزة اللي اسمه مصطفى حسنين والعنوان بتاعه كذا. طيب ممكن ما ابيع نفس المكان ماشي بفرع مثلا المهندسين، ماشي فرع الجيزة المهندسين مثلا، او مثلا ايه اكتب فيها مثلا هنا ايه ممكن نكتب هنا الجيزة فرع الجيزة. ايا كان كده اكتب فيه اللي انا ايه عاوزه، اسم الفرع بتاعي في الحتة دي. واتمنى من المصلحة تبدأ تشوف الحتة دي وتفعل الحتة بتاعت الفروع دي، عشان انا ممكن بتعامل مع كذا فرع. اي نعم رقم تسجيل واحد وانا معترف برقم تسجيل واحد، بس في فروع كتيرة، عشان كل فرع هيقول لك لا اصل ده فرع المركز الرئيسي فده مش بتاعي. تمام، يبقى انا هنا لازم اعرف كل فرع وابدا اصنف كل فرع. طيب هنا حاليا مفيش الحته دي، يبقى انا هكتب هنا قبل كلمه الشارع فرع المهن المهندسين، ماشي شارع مثلا مصطفى حسنين الجيزه. تمام، في مصر. يبقى انا كده عرفت ان الفرع الفلاني الفلاني في العنوان المركز الرئيسي. لما جيت عدلت
ماشي، وعدلت قلت ده فرع المهندسين شارع كذا كذا كذا، فرع الجيزة ماشي شارع كذا كذا كذا. يبقى أنا ببيع للمشتري من الفرع بتاعه اللي هو في كذا، مش الفرع بتاعي. الفرع بتاعي ده ملوش علاقة. الفرع بتاعي أنا حاجتي إيه؟ البائع. البائع ده خلاص عرفنا العنوان بتاعه، هو رقم تسجيل واحد، وهيبيع إيه؟ للمشتري. المشتري دوت فلان الفلاني فرعه في كذا، أنا ماليش علاقة بيه أيا كان الفرع بتاعه فين. تمام. واعمل ايه؟ استمرار. يبقى الحته دي مهمه، الحته دي مهمه بتاعت التاريخ، ما انساش التاريخ وما انساش حته اكتب الفرع بتاعي ده فين. ممكن يبقى المركز الرئيسي، ممكن يبقى فرع، يبقى انا هكتب هنا ايه؟ المركز الرئيسي الجيزه شارع كذا كذا كذا. يبقى لغايه لما يضيفوا لنا الحته بتاعت فرع مثلا الجيزه بس. ممكن نسميها المهندسين، مهندسين بس كده عشان يبقى ايه؟ مختلف. طيب، هنا هيدخلني بقى ايه؟ على البنود اللي انا عاوز بقى ايه؟ اصدر الفاتورة. انا كل ده ايه؟ كل ده تمام. فين؟ في المستند. انا بعمل مستند، بعمل فاتورة رقم واحد اللي انا بعملها دلوقتي، فاتورة رقم واحد. لسه اخش اعمل فاتورة رقم اتنين وتلاتة واربعة، وبعد ما بخلص كده البيانات بتاعتي تمام، بيجيب لي هنا بقى ايه؟ اصدار الفاتورة بتاعي. بعمل هنا اضافة تعامل، بيقول لي ضيف التعامل اللي انت عاوز تضيفه. بحط له الجي اس 1 لو تفتكروا الجي اس 1. طيب الجي اس 1 بجيبه منين؟ بجيبه من التكويد اللي انا حطيته هنا، اللي هو هياخد لي الجي اس 1 تكويده كذا، هيجيب لي المعقم ويجيب لي الاسامي بتاعته. طيب اخش انا بس على الوثيقة، اخش هنا تالي اقول له اضافة، عايز اضيف فاتورة، بيجيب لي فاتورة. طيب هنا دي فاتورة ولا بند؟ لا ده بند واحد فقط، والبند التاني والبند التالت لغاية لما تكون الفاتورة بتاعتك، مش فواتير. دي بند. طيب ممكن نعمل حاجة كده ظريفة. نخش هنا كده، نعمل هنا فاتورة. تمام. هنا دي مثلا فاتورة مكونة من بندين، بند واحد وبند اتنين. أنا عايز أعمل الفاتورة دي بند. دي فاتورة بند واحد ودي بند اتنين. يبقى هو ده البند واحد اللي أنا هنفذه. وبعد ما بدخل الرقم التكويد بتاعي وأنزله هنا، وأحط هنا الكمية بتاعتي تمام بإيديا، بحط الكمية بتاعتي بإيديا. طب هنا الكيلو جرام. طب لو انت مش عارف التصنيف بتاعك ايه، ممكن ترجع للشيت بتاعي في التكويد الوحدة تمام، وهتلاقي النوع بتاعه بالبوكس ولا كيلو جرام ولا كار ولا داي ولا مثلا بالشهر ولا بالسنة. النوع بتاعك ممكن انت بتأدي خدمة بالسنة، فهتلاقي فوق هنا ايه؟ باليرز، بالسنة. ممكن بتقدم خدمة باليوم، ادي اليوم. ممكن بتقدمها بالشهر، ممكن بتقدم طعام، ممكن بتقدم مثلا انش، يعني ممكن حاجة دي بتتقاس بالانش، ممكن باللتر، ممكن ايا كان. شوف اللي انت عاوزه بتختاره من هنا. طيب هم قالوا الخدمات، خدمات مهنية، نختار الجوب مثلا وظيفة، يعني دي وظيفة، أو ممكن فترة، أو ممكن بالرطل، أو مستوى مثلا ليفل، أو رجل مثلا، أو حاجة دي ميني لو حاجة صغيرة. شوف بقى الاختيارات بتاعتك اللي انت بتختارها ايه، وتبدأ تنفذ عليها. طيب نرجع للفاتورة بتاعتنا. هختار هنا مثلا بالكيلو جرام، واحط هنا الجنيه بتاعي، العملة بتاعتي بالجنيه، بالجنيه المصري. طب هنا سعر الوحدة، لما 50 ديت سعر الوحدة 500، لما يتضرب 50 في 500 تمام، هيتضرب كام؟ هيديني كام؟ 25. ال 25,000 دولت أنا ممكن أعمل عليهم خصم. نسبة الخصم بتاعتي مثلا 20%، ممكن أعملها 10%، ممكن أعملها 1%، ممكن ما أعملهاش خالص صفر. فعلى حسب
الخصم بتاعك هيتضرب القيمة في النسبة يحط لي الخصم. طيب هنا انا بضيف الضريبة بتاعتي، بروح دايس اضافة ضريبة، تمام، بيطلع لي هنا الكود بتاعي. لو تفتكر في الشيت بتاعي انا كنت عامل هنا التدريب بالعربي. هنا ممكن تختار مثلا، تختار هنا التي 1 هيحط لك ضريبة قيمة مضافة، الفي 9 ضريبة عامة 14%. هي دي نفس الفكرة بالظبط، تي 1 وفي 009، واحط انا الضريبة 14% بايديا عادي مفيش اي مشكلة، واحط الناتج بتاعي هيضربه ده بعد الخصم يروح ضارب لي القيمة بتاعتي. ويروح عامل حفظ، بعمل حفظ الفاتورة بتاعتي. طب بعد ما بعمل حفظ بقى بينزل لي ايه؟ الفاتورة بتاعتي البند الأول والبند التاني أهو، تمام. هعمل برضك إضافة وأروح ضايف البند بتاعي التاني وأروح حاطط الخدمة بتاعتي. ممكن هنا التي واحد تتغير، ممكن تبقى ايه؟ قيمة مضافة بس مش سلعة ايه؟ جدول. طيب انا ايه عايز اعرف مثلا ايه الخدمات المهنية 10%، ماشي، وهنا دي خدمة مهنية. ممكن نرجع للبيان بتاعي اللي هو الجدول ده. لو انا قلت هنا تي واحد اللي هي ضريبة اضافية، المقابل التي واحد ديت مقابلها ايه؟ تصدير ولا اعفاء ولا خدمات ولا ايه؟ ممكن ضريبة جدول اللي هي نسبة ضريبة الجدول اللي هي مثلا ضريبة جدول أولى. ممكن نوعية ضريبة جدول تانية. فأنا بقول له مثلا ضريبة جدول الأولى اللي هي 10% مثلا أو 5 أو 3 أو 2، زي ما أنت شوف نسبة الضريبة بتاعتك كام وهتروح تحسبها. فأنا بقول له هنا مثلا إيه، نرجع هنا مثلا نختار من التي بي ال 01. لو انت حطيت هنا TBL 01، آسف، TBL 01، هيختار لي هنا ايه؟ ضريبة الجدول. اقول له هنا 10%، هيروح هنا ايه حاسب لي الضريبة بتاعتي 10%، فيروح حاطط لي ايه؟ البند في الفاتورة بتاعتي ده 10%، البند التاني 20%، البند التالت كذا. وفي الآخر خالص أدوس له إيه؟ حفظ. بعد الحفظ هينزل لي هنا آدي الخدمات المهنية، آدي خدمة واحد في مثلا 1000 جنيه ب1000 جنيه، والخصم لو احنا نفتكر هنا كده الإضافة، شايف هنا الخصم هنا ال500 جنيه، هو ضافهولي على طول هنا اهو، قال لي نسبة الخصم بتاعتك. ممكن ما اعملش نسبة خصم هنا، دي 14%، ده معقم أنا بعته ب14%، وهنا دي خدمة بكام؟ 10% اللي هي ضريبة القيمة المضافة، وجمعهم وحطهم لي هنا. وبعد كده بيعمل لي الفاتورة بتاعتي، بيقول لي الإجمالي الخصم بتاعك والضريبة بتاعتك والإجمالي المسدد اللي هو لازم يسدده العميل بتاعي. طيب هنا دي أنا خلصت كده. هبعت للعميل فاتورة رقم كام؟ رقم واحد. تمام، دي فاتورة رقم واحد اللي احنا دي، بس فيها بندين زي ما احنا قلنا كده ان الفاتورة بتحتوي على بندين، بس ده ايه؟ فاتورة رقم ايه؟ واحد. طيب نرجع تاني هنا ندوس بقى ايه؟ استمرار. بعد الاستمرار بيفتح لي الملخص بقى بتاعي. انا عملت فاتورة رقم كذا فيها بند كذا الفرع كذا، البيانات بتاعتي ده الكود بتاعي اللي انا دخلته هو رقم واحد ده اهو. وبعد كده قال لي الاجمالي وبعد كده الضريبة والمسدد بتاعي. دي فاتورة رقم ايه؟ واحد. اهم حاجة راجع ايه؟ التاريخ. انا ممكن اعمل الغاء واخش اعمل ايه؟ فاتورة جديدة خالص. ممكن اكون انا انسى حاجة اتدرب كده، ممكن اعمل الغاء يلغي لي، ارجع للصفحة بتاعتي واختار عادي واعمل استمرار 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 عادي زي ما احنا شايفين كده، ويجيب لي ايه؟ الفاتورة. هل انت مطالب بالارسال ولا ارجع؟ ممكن ارجع خطوة ورا اشوف هل انا ظبطت كده، وراجع مرة واتنين قبل ما ارسل الفاتورة واعمل ارسال الفاتورة بتاعتي. ادي دي ملخص الفاتورة بتاعتي. الفاتورة دي ايه؟ عبارة عن فاتورة بسيطة اللي هي V1، فاتورة بسيطة V1. V1 دي معناها اللي أنا لازم أعمل توقيع إلكتروني. طب أعمله فين؟ هدوس بقى إيه؟ إرسال واستمرار.
هيجيب لي بقى ايه خطوات بقى التوقيع الالكتروني. هيقول لي لا ستوب بقى، عندك انت الصورة الاولى دي هيقول لي في توقيع الكتروني، يعني مش هتعرف ترسلها. ليه؟ عشان انا قايل له ان ده فيرجن رقم واحد V1. لو انا قلت له 9 مش هيجيب لي الخطوة دي. تمام. طيب لو انا الفواتير بتاعتي مش متوقعة يبقى المصلحة مش هتوافق عليها، وانا لازم ايه اوقع وابقى بيئة فعلية واخلص على طول بالتوقيع الالكتروني. طب ادوس على التوقيع الالكتروني، خلاص انا دوست عليه اهي بالازرق، هيفتح لي الفاتورة بتاعتي. انت عايز ترسلها للعميل، ادوس عليها بالازرق كده وادوس ارسال. وبعد ما ادوس ارسال هيقول لك سمارت كود. سمارت كود ده فين؟ من الفلاشة بتاعتك اللي انت بعد ما بتدخل الفلاشة وبتدوس ارسال هيقول لك حط الكود بتاعك البن بتاعك اللي انت استلمته من الشركة وتدوس اوكي. هيقول لك تم ارسال النموذج بتاعك برقم الفاتورة اهو. ده كده رقم الفاتورة اللي احنا كنا بنقول عليه رقم ايه؟ رقم فاتورة واحد. بس المصلحة ما بتقولش ده رقم واحد، لا دي بتديك رقم مسلسل غير مكرر عشان ما يتكررش عند حد تاني المسلسل ده. فبديهولك اكنه ده ايه؟ فاتورة رقم واحد، فاتورة رقم اتنين، فاتورة رقم تلاتة، هيديك مسلسل زي ده. طيب خلينا نرجع للسابق بس في حتة اللي ده نموذج بتاعي V1. ده ايه؟ V1. تمام. خلي بالي ان ال V1 لازم ايه؟ اعتماد الفواتير بتاعتي. طيب دي كده خلصت الفواتير بتاعته ودوست ارسال، هترجع على طول للصفحة الرئيسية بتاعتك وممكن تعمل فاتورة رقم اتنين، فاتورة رقم تلاتة، فاتورة رقم اربعة، نفس الكلام. خلصت وعاوز تشوف بقى الحزمة بتاعتك وعاوز تطبع الفواتير بتاعتك، فبتخش على الحزمة الوثائق وبتعمل تحميل للفاتورة بتاعتك اللي انت أرسلتها وبتخليها حفظ عندك أو بتتم على الموقع. ودي صورة اللي هي من في حزمة الفواتير دي الصحيحة، وبتعمل تحميل على طول وبتنزل على طول بالصيغة بتاعتك، يا إما بتنزلها PDF أو بتشوف نوع التنزيل بتاعك إيه بالظبط. طيب دي بالنسبة لإشعارات الخصم. ممكن تدوس بحث وتعمل لك الإشعار وبيتم تنزيل على طول زي كده بالظبط. الإشعار بتاعك بتختاره وبتم الاختيار وبتدوس بحث وبينزل لك على طول وبتعمل تم التواصل وبتدوس على طول وبتنزله نفس الكلام على طول. دي كانت فكرة البرنامج. لو انت عايز تشوف الدليل المستخدم بتخش على المنظومة وبتشوف التكويد وبتشوف الفلاشة، التوقيع الإلكتروني أهم حاجة. ابدأ جهز ورقك المطلوب، ايه هو المطلوب، تسجيل ازاي على المنظومة، ازاي تعمل توقيع إلكتروني. جهز الورق ومضيه من صاحب الشركة. وقبل ما تروح يبقى خلاص قال لك هيتم تسجيل الشركة بتاعتك، هتروح البنك تعمل التوقيع الإلكتروني صح التوقيع، وبعد كده تطلع على التكويد والتوقيع الإلكتروني وتكود على طول المنتجات بتاعتك تبدأ تعمل سيريال لغاية لما تيجي تدخل في المنظومة. فأول كود المنتج بتاعك عشان تبقى أنت جاهز تعمل توقيع إلكتروني وتستنى لغاية لما يقول لك خلاص الشركة بتاعتك بقت في المنظومة الإلكترونية وسجل. تروح عامل توقيع إلكتروني وتبدأ تنزل برامج التكامل والحاجات بتاعت التسطيب بتاع التوقيع الإلكتروني والتسطيب بتاع المنظومة الإلكترونية. وأسألكم الدعاء وإن شاء الله دي حاجة بسيطة. أهم حاجة إنك تتدرب وما تخافش من أي حاجة. وفي الآخر خالص بعد ما بتخلص بتعمل تسجيل خروج، فبيتم تسجيلك خروج عادي. لو أنت دوست على تسجيل دخول هيتم تسجيلك. لو أنت وقفت هنا مش هيعرف يخش، لازم تطلع من بره وتخش تقف بالصباع كده عشان يبدأ يدخلك على المنظومة. لو انت عايز تعمل إلغاء بتعمل، لو انت عايز تعمل وثائق لازم تدوس كده بالظبط عليها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.